العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بالعناوين. فخامة الرئيس أفورقي يلقي كلمة في منتدى قمة إفريقيا روسيا. طلاب الصف 11 يتوجهون إلى ساوا. ورشة عمل أثرية في أغردات. قتلى وجرحى في انفجار بريف دمشق. كوريا الشمالية تنظم عرض عسكري لمسيرات جديدة وصواريخ عابرة للقارات. الصين وروسيا تسيران دورية بحرية في المحيط الهادي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أوضح فخامة الرئيس أفورقي في الكلمة التي ألقاها في منتدى قمة إفريقيا روسيا الثانية موقف إريتريا في مختلف القضايا. وشدد الرئيس أفورقي على ضرورة تعبئة الموارد لتطوير العلاقات الإفريقية الروسية إلى المستوى المأمول وإعداد الخطط الاستراتيجية ووسائل التنفيذ. وقال فخامة الرئيس إن الوقت قد حان لقارة إفريقيا التي تمتلك 60% من الموارد الطبيعية العالمية لاستغلال مواردها وتسخيرها لازدهار ورخاء شعوبها، موضحا بأن روسيا يمكنها المساهمة في ذلك لما لها من قدرات وإمكانيات، ولكن قبل ذلك يتوجب علينا كأفارقة وضوح الرؤية والأهداف في جميع المجالات والاستفادة الجيدة من القدرات. وشكر الرئيس أفورقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمبادرته وإسهامه لإنجاح المنتدى وحرارة الاستقبال. يشارك في منتدى إفريقيا روسيا الثاني ممثلون عن 49 دولة بينهم 17 رؤساء و4 رؤساء حكومات. وسيختتم كمنتدى إفريقيا روسيا الثاني الذي افتتح يوم أمس 27 من يوليو يختتم مساء هذا اليوم. بدأ طلاب الصف 11 في الإقليم الأوسط التوجه إلى ساوا اليوم 28 من يوليو، وذلك لإكمال دراستهم للصف 12 في مدرسة وارساي كالو في العام الدراسي 2023-2024، وإكمال واجبهم في الدفعة 36 من الخدمة الوطنية. وأوضح مسؤول متابعة التعليم الثانوي في الإقليم الأوسط الأستاذ يوهانس سلمون أن 58% من الطلاب المتوجهين إلى ساوا في الجولة الأولى طالبات، وستذهب الدفعة الثانية المتبقية يوم الثلاثاء 1 من أغسطس. وأشار الطلاب المتوجهين إلى ساوا من مدارسهم إلى اتخاذهم الاستعدادات المناسبة للنجاح في دراستهم وتحسين مهاراتهم في جميع الجوانب مثل إخوانهم وأخواتهم. قال الطلاب إنهم يدركون جيدا أنهم يشرعون في تحقيق هدف منفعة مزدوجة، وسيعملون بجد لتحقيقه بفعالية بالحب والوئام. من جانبهم قال أولياء الأمور إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإعداد أبنائهم ليصبحوا ورثة مخلصين لإرث الشهداء. أكد مدير شركة حرارة المواصلات بالإنابة السيد نجوسي جبرس جابهير أن الطلاب سيذهبون إلى ساوا برفقة شرطة المرور. تجدر الإشارة إلى أن طلاب الدفعة 35 للخدمة الوطنية في العام الدراسي 2022-2023 حقق 32.6% منهم نقاط تؤهلهم للدراسة لدرجة البكالوريوس والدبلوم. عقدت في مدينة أغردات ورشة عمل يومي 23 و24 من يوليو حول الآثار التاريخية والمباني الأثرية في المدينة بحضور مفوض الثقافة والريادة السفير زمد التخلي وخبراء الآثار وجهات أخرى وممثلين عن السكان. وقال مديرية أغردات السيد إسحاق طعوم إن المبادرة تعتبر خطوة واحدة إلى الأمام، شاكرا اهتمام وتفاني الخبراء، مؤكدا على استعداد إدارة المديرية للمساهمة بالمتطلبات.
وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والريادة في إقليم القشبركة السيد إدريس صالح أن الدراسات التي أجريت لعامين والمستوى الذي بلغته هو نتاج الجهد المشترك للشعب وإدارة الإقليم وإدارة المديرية والمهنيين، ودعا للحفاظ وحماية الآثار التاريخية والتراثية. وشرح خبراء الآثار الدراسات التي أجريت وبحثوا المحتوى العام للآثار والموارد الطبيعية وأساليب الدراسة والمباني الأثرية وأوضاع المعمار الحديث والحفاظ على المباني التراثية وقضية الملكية وتأثيرها الثقافي. وقام المشاركون في ورشة العمل بزيارة تفقدية لحوالي 100 مبنى أثري في مدينة غردات. وقال مسؤول قسم أبحاث الآثار في مفوضية الثقافة والريادة الدكتور صقاي مدينة إن مدينة غردات تضم الكثير من الآثار ويجب القيام بترميمها وحمايتها لتكون مرجعا للأجيال. وأشاد حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي بجهد فريق الأبحاث ودور ومساهمة الشعب وإدارة المديرية، مؤكدا على تعاون إدارة الإقليم. تبرع أعضاء الشرطة في 7 مراكز وكذلك شرطة المرور في الإقليم الأوسط في 96 كيس دم يومي 26 و22 من يوليو. وأشاد مسؤول خدمات تبرع الدم في بنك الدم الوطني السيد محاري أبراهام بمبادرة الشرطة للتبرع بالدم الطوعي، داعيا موظفي الوزارات والمؤسسات الأخرى إلى اتخاذ مبادرات مماثلة لصد النقص الناجم عن إغلاق المدارس خلال فصل الخريف. وقال إن التوعية والمعلومات المستمرة التي يقدمها بنك الدم الوطني والجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم تؤتي ثمارها، وتم جمع أكثر من 7500 كيس دم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وذكر عضو الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم السيد قبر يوناس قبر تنسائي إن الجهود تبذل لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم طوعية، داعيا لتعزيز المساهمة في موسم الخريف. وأشار أعضاء الشرطة إلى أن التبرع بالدم عمل نبيل ومسؤولية وطنية لا تحتاج إلى الدعوة. من ناحية أخرى يقوم طلاب العمل الصيفي التنموي الذين تم تدريبهم والمشاركة في مراقبة السلامة المرورية على الطرق يقومون بعمل فعال. وحث الطلاب جميع مستخدمي الطرق على توخي الحذر في تحركاتهم والتعاون معهم في أنشطتهم. أحدثت عاصفة قوية عصفت يوم 24 من يوليو في قحطلاي بمديرية قندع الأضرار في الأرواح والممتلكات، وتسببت العاصفة في مصرع 3 أفراد أسرة بينهم طفل في عمر الثالثة جراء انهيار منزل عليهم، وذلك في منطقة مايوعوي، وأضرار جسدية في 4 أشخاص في قحطلاي، بالإضافة إلى اقتلاع ألواح الزنك من متجرين و110 منازل في قحطلاي ومايوعوي، وتدمير عدد كبير من الأشجار وأعمدة الكهرباء. كما انهارت 5 منازل في دماس جراء عاصفة وقعت يوم 26 من يوليو وسقوط أعمدة الكهرباء. وأوضحت إدارة مديرية قندع أن هذه الظاهرة مألوفة في إقليم شمال البحر الأحمر عامة ومديرية قندع خاصة في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، لكنها كانت قوية هذه السنة، داعية المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. يذكر بأن أكثر من 1000 منزل انهار يومي 28 و29 من مايو هذه السنة في مديريات قندع ومصوع وشعب ودهلك جراء حوادث طبيعية. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. والأخبار العالمية: قتل 6 أشخاص وأصيب 23 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة الزينب بريف دمشق جنوب العاصمة السورية دمشق، وفق ما نقله الإعلام الرسمي السوري عن وزارة الداخلية. وأوردت وزارة الداخلية السورية أن الحادث وقع جراء انفجار عبوة ناسفة بدراجة نارية متوقفة بالقرب من سيارة أجرة، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.
ويعد هذا الانفجار الثاني الذي تشهده المنطقة هذا الأسبوع، حيث أصيب شخصان في انفجار آخر. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الخميس، لكن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة على المنطقة، حيث أسفر هجوم عام 2017 عن مقتل 40 شخصا على الأقل. أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون على عرض عسكري في بلاده ضم طائرات بلا طيار جديدة وصواريخ باليستية عابرة للقارات ذات قدرة نووية، وذلك في ذكرى الهدنة التي أوقفت الحرب بين الكوريتين وفق ما أفادت وسائل إعلامية رسمية. وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكوريا الشمالية أن طائرات استطلاع استراتيجية بلا طيار ومسيرات هجومية متعددة الأغراض طورت وأنتجت حديثا حلقت خلال هذا العرض عبر الدوران في السماء فوق ساحة كيم إل سونغ. حضر الاحتفالات وفدان روسي وصيني رفيعا المستوى كانا يزوران بيونغ يانغ، وهؤلاء هم أول ضيوف أجانب يزورون الزعيم الكوري الشمالي منذ بدء جائحة كوفيد-19. أعلنت روسيا والصين انطلاق مهام الدورية البحرية المشتركة الثالثة في بحر اليابان والمحيط الهادي. وقال أسطول المحيط الهادي الروسي في بيان إن السفن الحربية الروسية والصينية بدأت مهام الدورية البحرية المشتركة الثالثة في المحيط بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وذلك وبالإضافة إلى رصد الممرات المائية وحماية أنشطة الاقتصاد البحري لكل من روسيا والصين. وخلال فترة الدورية سيقوم عناصر البحرية الصينية والروسية بتنفيذ تدريبات للصعود والنزول من سطح السفن وتنظيم جميع أنواع عمليات الدفاع وإعادة تعبئة المياه والوقود أثناء الحركة والتدريب على مكافحة الغواصات، بالإضافة إلى تنفيذ رحلات طيران مروحية مع إقلاع وهبوط على متن السفن. وفي سياق متصل أعلنت الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها تقرير وزارة الدفاع اليابانية الكتاب الأبيض، والذي ذكرت فيه التهديدات التي تواجه طوكيو في المنطقة، ومنها ما يسمى التهديد الصيني. الخبر الأخير في هذه النشرة: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن شهر يوليو يتضمن بيان مشترك بين المنطقة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة وخدمة كوبرنيكوس لتغيير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن من المرجح للغاية أن يكسر شهر يوليو 2023 الرقم القياسي. ويذكر أن آلاف السياح فروا من حرائق الغابات في جزيرة رودوس اليونانية، وعانى كثيرون غيرهم من حرارة شديدة الوطأة عبر الجنوب الغربي بالولايات المتحدة. وارتفعت درجات الحرارة في بلدة بشمال غرب الصين إلى 52.2 درجة مئوية، محطمة الرقم القياسي على مستوى البلاد. ومن المتوقع أن يكون متوسط درجة الحرارة العالمية لهذا الشهر أعلى بمقدار 0.2 درجة مئوية على الأقل من يوليو 2019، وهو أعلى معدل حرارة سابقا في سجل الرصد البالغ 174 عاما. مشاهدينا الأكارم، ختام هذه النشرة إليكم أبرز ما جاء فيها. فخامة الرئيس أفورقي يلقي كلمة في منتدى قمة إفريقيا روسيا. طلاب الصف 11 يتوجهون إلى ساوا. ورشة عمل أثرية في أغردات. قتلى وجرحى في انفجار بير في دمشق. كوريا الشمالية تنظم عرض عسكري لمسيرات جديدة وصواريخ عابرة للقارات.
والصين وروسيا تسيران دورية بحرية في المحيط الهادي. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.